يسعد اوقاتكم يا صبايا، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير، ويا مساء الخير لو عم تشوفوا الفيديو المساء، ويا صباح الخير لو عم تشوفوا الفيديو الصبح. حبيت شارككم هذا الفيديو اللي سويته حلا الحطب. حلا الحطب مكونات سهلة وبسيطة. في كتير فيديوهات انتشرت عن هذا الحلا وفيها مكونات كتير معقدة، وفي منهم مكونات اسعارها غالية مثل زبدة اللوتس. فانا حبيت اني اختصركم هذا الفيديو بمكونات سهلة وبسيطة ممكن تلاقوها بكل بيت. اول شي عندي هون 3 علب من البسكوت. انا ما راح احط لكم حجم علب البسكوت لانه بدنا نعير بعدين بالكاسه. البسكوت العادي اللي هو بسكوت الشاي او بسكوت الساده بدنا نطحنه مثل ما شايفين هيك على محضرة الطعام. شايفين هاي الكاسه المعياريه نفسها عيار كاسه البيت اللي موجوده بكل بيت اللي هي 250 ملي. حطيت كاستين من البسكوت المطحون. اول شيء بدي لكم صبايا انه انا البسكوت ما طحنته على الاخر، يعني ما ناعم بودره، لا اذا بتلاحظوا فيه شويه خشونه وهو المطلوب. تاني شيء بالطواي حطيت كاسه ونص مثل ما شايفين نفس الكاسه المعياريه، يعني تقريبا 300 جرام من الحليب البودره اللي هو حليب النيدو. بدي احطه على الغاز حمصه، بس كتير بدنا ننتبه للحليب. حليب كتير حساس يا صبايا، ما تشيلوا ايدكم عنه ابدا ابدا، ولا تغيبوا عليه بالغاز، خليكم عم بتحركوا والنار كتير هادي. مجرد ما تشموا ريحة الحليب طلعت بتشيلوه من على الغاز. أخد معي 5 دقايق بالضبط. بعد ما حمصنا الحليب بنضيفه فوق البسكوت. وهلأ شوفوا شو بدنا نساوي بالمراحل التانية. بالوصفات اللي شفتها أنا التانية اللي عملكن عليها استخدموا الشوفان، واستخدموا زبدة اللوتس، واستخدموا كتير أشياء هي طيبة أكيد يعني وتقيلة بتطلع، بس ما كل الناس موجودة عندها هاي المكونات. فأنا حبيت أقتصر عليكم وساوي لكم ب3 مكونات حلا الحطب، ورح تكون النتيجة بإذن الله تعالى طيبة ورح تدعوا لي عليها. بعد ما خلطت الحليب مع البسكوت يا صبايا قسمتهم لقسمين مثل ما شايفين قدامكم. القسم الأول تركته مثل ما هو، القسم الثاني ضفت 3 معالق كاكاو. كاكاو خام مثل ما شايفين. حطيت بالمعلقة اللي هي معلقة الشاي 3 معالق مليانة، بس مليانة زيادة عن اللزوم وبكفي. يعني كنت عم بختبرهم لشوف إذا بكفي أو لا. لا طلعوا بكفوا وزيادة. فحطيت 3 معالق من معالق الشاي مليانة كاكاو، واختاروا نوع كاكاو خام. برجع بأكد على هاي المعلومة لأني أنا مرة استخدمت نوع كاكاو كتير سيء وكانت الوصفة كلها خربت بسببه. فحطيت 3 معالق الكاكاو خلطتهم مع بعضهم. عندي هون حليب مكثف محلى سبق وحضرته معكم بفيديو سابق لو متذكرين. بالنسبة للناس اللي متابعيني ساويته وقت اللي ساويت وصفة راس العبد. ضفت تقريبا هون كاسة مليانة من الحليب المكثف. قسمتها على قسمين. القسم الأول اللي هو السادة مثل ما شايفين حطيت نص، خلطتهم شوي بالمعلقة وبعدين عجنتهم بإيدي لحتى حصلت على هاي العجينة المتماسكة. وبالنسبة للقسم الثاني اللي هو على كاكاو كمان ضفتهم، حركتهم بالمعلقة شوي وبعدين بإيدي عجنته لحتى حصلنا على هاي العجينة. الحليب المكثف محلى حبيباتي لو بدكم تساووه بالبيت بتحطوا كاسة مليانة من الحليب البودرة، كاسة مليانة من السكر البودرة. لو بتحبوه مريق شوي حطوا كاسة مليانة من المية المغلية. لو بتحبوه يكون سميك شوي حطوا نص الكاسة مي مغلية. ضربوهن على الخلاط وبعدين فضوهم بخافية، غطوا وجههم ودخلوهم على البراد ليلة كاملة، وتاني نهار فينكم تستخدموهن بالوصفة. جبت كيس من أكياس التلاجة مثل ما شايفين هيك قدامنا، فتحته وبدي أحط القسم الأول من العجينة. أخدتها هيك بسطتها بإيدي شوي، هي شوي ناشفة ما مريئة مثل ما شايفين. يعني ملاحظين كيف أنا عم بضغط عليها بقوة لحتى عم تنفرد، وهو المطلوب. نحن ما بدنا إياها تكون لينة. هلأ بدي أجيب كيس تاني كمان، فتحته حطيته فوق مشان ما تلزق، وبالشوبك بدي أفردها على نفس قياس الكيس تقريبا ونخليها على سماكة هلأ بتشوفوها قدامكم. هاي هي السماكة حبيباتي اللي بدي اياها مثل ما شايفين. بعد ما فردت القسم الاول من العجينة خلينا نقول، هلأ بدي قيمة مع جنب مشان افرد العجينة التانية. نفس الخطوات اللي مشيت عليها بالعجينة الاولى اللي هي السادة، رح امشي عليها بهاي العجينة. فردتها بايدي شوي وبدي احط كيس تاني وافردها بالشوبك لنوصل لنفس السماكة ونفس الحجم تبع العجينة الاولى. هيك حبيباتي خلصت منها. تعالوا نجيب الطبقة التانية ونطبقهم فوق بعضهم. حطيت السادة من تحت. هلأ بدي احط بقلبها اللي على كاكاو
طبقهم على بعضهم هيك وبساوي الأطراف كتير مليح، وبعدين بلش بإيدي اضغط عليها لحتى تلزق مع بعضها، وكمان رح مشي الشوبك عليها شوي لحتى أتأكد إنه هي تماسكت مع بعضها. لزقوا على بعضهم الطبقتين، وبنفس الوقت منشان إذا في سمكة بأي جهة نحاول إنه نساويهم على مستوى واحد. حلا كتير سهل وسريع وشيك ومرتب انه تقدميه ضيافي لرفقاتك، داي اخلاقكم جاي عبالكم اكلة حلو بالسهرة. كتير سهل وكتير بسيط وما بده تعقيدات ابدا ابدا. مثل ما شايفين قدامكم، لو انت محضرة الحليب المكثف او عندك يا جاهز بالبيت، فورا بتطحني البسكوت وبتبلشي بتجهيزه، ما بياخد معك اكتر من نص ساعة. طبقت الطبقتين على بعضهم حبيباتي، وطبعا هون الفيديو هو عم بشرح لكم شو عم ساوي. تنيت اول طبقه، وحاولوا هون انه ترصوا ايدكم كتير مليح مشان تلزق الطبقات مع بعضها. حاولوا انه ما تسمكوا الرول. لفينا هون مثل ما شايفين هيك قدامكم. هلا بدي اقطعهم ونحاول نلزق الطبقه التحتانيه معاهم بقلب الكيس. شغلي كله بقلب الكيس لانه العجينه نوعا ما عم تدبق وتلزق بالايد. حتى لو ما لزقوا الطرفين هدول كتير مليح، ما تخافوا، لسه في عنا طبقة شوكولا من فوق بتغطيهم وما بيبينوا. هون حبيباتي صار اول رول معانا جاهز. رح اجيب صينية حطها فيه واتركه مع جنب لحتى نكمل بقية العجينة اللي معانا. نتني اول طرف وبنضغط عليه كتير مليح مشان ما يكون قلبه فاضي. مثل ما شايفين حبيباتي عم بضغط ولف على الكيس، بحاول اني لزقهم مع بعضهم وبشد ايدي باللف كتير مليح. الكيس كتير بيساعدنا هون بهاي الخطوات. هلأ من قصة ونفس الخطوات بنرجع هيك منلزقها مع بعضها كتير منيح. نمشيها على الكيس او نمشي الكيس فوق هيك بايدينا مشان تلزق، وبعدين بيبقى علينا القطعة الثالثة. وهلأ الرول الثاني صار معانا جاهز، باقي علينا القطعة الثالثة. مثل ما شايفين يعني كميات قليلة عملت معانا كمية كتير كبيرة وحلو، ببيض الوجه مثل ما قلت لكم بضيافة كتير لذيذ وبسيط. حاولت اني اتنيها من الطرف اللي مستقيم، فقلت لا خلي المستقيم للنهاية لانه رح يبين، وخليني اتني من الجهة الثانية. مثل ما شايفين عم بتنيها وبكبس عليها مشان تلزق ما يكون قلبها فاضي، لانه بالنهاية هي الطبقات كلها رح تبين معانا وقت التقطيع. عم حاول لزق الاطراف قد ما بقدر. مثل ما قلت لكم يعني شيء بسيط، ما كتير تضغطوا عليهم لانه هني بالنهاية رح يضغطوا. خلصت من الرول الثالث حبيباتي، ورجعت انا قسمتهم بالنص مشان يكونوا بحجم الصينية مثل ما انكم شايفين قدامكم. هلا نفس الكيس رح اغطي فيه الحلا ودخلوا على البراد لمدة عفوا نص ساعة. لو انتم مستعجلين دخلوه على الفريزر 10 دقايق. المهم انه هو يبرد. مثل ما بتعرفوا نحن هلا بفصل الشتاء فما رح يغيب كتير. حطيت قطعة شوكولا على حمام مائي مثل ما شايفين هيك قدامنا. عبيت الابريق مي وحطيت قطعة شوكولا بالخافية وبدي اتركها لحتى تذوب نهائيا. مثل ما شايفين ما عاد في قطع شوكولا خالص. هلا بدي اجيب معلقتين مليانين من الزيت النباتي، وضروري انه نحط زيت على الشوكولا يا صبايا، لانه الشوكولا وقت بدنا نغلف فيها الحلو اي نوع حلو كان وما عليها زيت، وقت بدنا نقطعها بتتكسر اول شغلة، وتاني شغلة بتحسوها ناشفة ما فيها لمعة.
فالزيت بيعطي لمعة وبيساعد انه الشوكولا تكون لينة وقت التقطيع ما تتكسر. حطيت معلقتين من معلقة الاكل مثل ما شفتوا زيت، وهلأ بدي اقلبهم مع بعضهم ونطالع الحلو نبلش نغلفه بالشوكولا. هاي القطعة اللي زادت معي من الطبقة تبعت الكاكاو وعملتها. فينكن انتو تسووها كلها جاهز لو ما بدكم تطبقوها طبقتين وكنتوا مستعجلين، فينكم تلفوها لفة وحدة، يعني نوع واحد، وبإمكانكم ما تعملوها على شوكولاتة، تعملوها أو على كاكاو خلينا نقول، تعملوها بس سادة، تلفوها رولات بدون ما تطبقون على بعضهم. بتمنى تكونوا فهمتوا علي. هلا بجيب الشوكولا وبجيب الفرشاية حبيباتي، وبحاول انه ما بالغ بالشوكولا. نحن ما بدنا نغطيها بالشوكولا ويكون سطحها املس، لا، نحن بدنا نتقصد انه نعمل هيك خطوط بالفرشاة مثل ما نكون شايفين مشان تعطينا شكل الحطب او شكل جذع الشجرة المعروف. كنت بدي ساويها انا سادة، بس حسيت انه هيك احلى، لانه وقت اللي بتشوفوا جذع شجرة او قطعة حطب بتحسوا انه هيك خطوط الخشب. هي الدوائر اللي بقلبها بيقولوا هي الدوائر بتعبر عن سنين الشجرة أو عن عمر الشجرة. كل دائرة بتعبر عن سنة من عمر الشجرة، سبحان الخالق. فحاولت أنه أعطي نفس الموديل للحلا أو للحطب اللي عم نساويه قدامنا. مثل ما شايفين الحلو حبيباتي أو الحلا، بما أنه هو بارد مطالعته من الفريزر لساته بارد كتير والشوكولا سخنة، فبتحسوها فورا نشفت يعني. وأنا عم بدهنه لسه ما خلصت آخر رول، كان أول رول نشف. وحاولوا ما تسمكوا طبقة الشوكولا كمان، إذا كان طبقة الشوكولا سميكة ولو كنا حاطين زيت بتتكسر وبتقشر عن الحلا. هلأ خلصنا أول وجه، بدي استنى عليهم هيك 10 دقايق بس، بعدين نقلبهم على الوجه الثاني وندهن الوجه الثاني. شايفين كيف عم بلمس عليها بإصبعتي، عم بلاقيها ناشفة، بس بستنى شوي مشان آخر رول. هلأ قلبتهم على تاني جهة حبيباتي. شايفين محل نهاية العجينة اللي تنيناها. هلأ رح تتغطى بالشوكولا وما تبين معانا أبدا أبدا. وحاولوا ما تخلوا الرولات تقرب من بعضها، لأنه فورا بتلزق الشوكولا على بعضهم وبصير صعب انكم تقيموهن أو بينتزع موديلهم انكم تقيموهن. خلوا في مسافات بيناتهم. هيك خلصنا الحلا حبيباتي. تعالوا نقطع أول رول ونشوف كيف شكله بعد التقطيع. صدقوني بقد ما المكونات سهلة وبسيطة وطريقة صنعها كمان سهلة، بقد ما النتيجة فخامة. هاي قطعة الحطب أو قطعة الحلا مثل ما شايفين قدامكم. هلأ رح كمل تقطيع باقي الرولات بنفس الطريقة. هون جبت خيط من خيطان الخيش، حاولت إني لفهم هيك على شكل يعني مجموعة حطب. مثل ما شايفين هيك كان الشكل النهائي حبيباتي الحلا. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والتعليق ودعوة حلوة من قلوبكم، وانتظروني بفيديو جديد إن شاء الله تعالى.